بسقي هنا وبرجع عشان دول ما يزعلوش، باخدهم بالدور. ده والله ده صناعي وده حقيقي يعني. طب كويس، حلوة جدا، حلو. وهو لونه بيبان لان انت بالظبط وريتهولي. جميل. بالظبط. فنانة كلمة بحبك يا محمد دي أكيد سمعتها من الجمهور كتير. إحساسك إيه لما حد كده لما يشوفك يقول لك بحبك يا محمد؟ إحساسك إيه لما تسمع كده؟ بنبسط ما تعرفش قد إيه، بنبسط جدا جدا جدا. لأن لما بحس شكرا يا قطز، بحس إنه في حاجة أنا عملتها واخترعتها. ده اختراع. يعني الحاجات اللي الفنان بيعملها من نفسه بتطلع من جواه. لان اقول لك لما جيت هو مكتوبة مخمد، بحبك مخمد، ده اللي مكتوب يعني. فالاستاذ عاطف لقاني واحنا بنصور بقول مهمد. قال لي ايه مهمد دي؟ قلت له طب انا راضيه ضميرك وذمتك، لو انا قلت لك بحبك احلى على ودنك، ولا لو قلت لك بحبك ايوه هتحبني اكتر؟ قال لي يلا يا غلبويه قوليها. فبنبسط طبعا لما بلاقي الناس كل مره بتنطلب مني. ده تأكيد، شوف للمرة قد ايه. طب ليه فنانة الفيلم اتعمل في ألمانيا بالذات؟ ما في ممكن فرنسا، ممكن إيطاليا، ممكن إنجلترا، ليه اتعمل في ألمانيا؟ لأن أنا اللي طلبت من الأستاذ عاطف إن أسافر ألمانيا والشخصية تتكلم ألماني، لأن اللغات الأخرى لغات معتادة، كسر النمط. وأنا ليا أخويا في ألمانيا، قلت أسافر بالمرة تسافري عليه وتعملي دور وتمشي. صح قلت كده يعني؟ لا مش فكرة أسلم عليه، ما هو في تواصل بينا كان أياميها. لكن أنا عايزة زي ما لما سألتني قلت لي هل أنت كنت متوقعة